ده بطلنا ميكوتو، وهو لاعب ريشه وموظف في نفس الوقت، بس بتتقلب حياته بعد ما يتنقل لشغل جديد وبيخش بطوله مع فريق الشركه الجديده. يا ترى هيكسب البطوله دي ولا ايه اللي مستنيه الشركه الجديده؟ هنعرف كل حاجه مع قصه نادي الموظفين او نادي رايمون. يلا بينا. بتبتدي قصتنا في صاله العاب بنك ميتسوهوتشي. بيكون بطلنا ميكوتو بيلعب ماتش ضد واحد وبيضرب الخصم الريشه لورا، بس ميكوتو وهو راجع بيقف فجاه وبيفتكر حادثه حصلت معاه زمان لما زميله كان واقع على الارض، وهنا بتقع الريشه وبيخسر ميكوتو. طبعا مدرب الفريق كان قال له لو هتفضل تخسر كده انا هطردك. وطبعا يا جماعه للتوضيح، الريشه دي زي التنس بالبين بونج، يا فردي يا زوجي، ومكسب الشوط فيها عند النقطه 21. وبنروح دلوقتي لميكوتو وهو بيركب القطر وبترن امه عليه وبتكلمه وبتقول له ان هو اتطرد من الفريق، بس ما ينفعش يرجع البيت عشان هو مشي من زمان. وبتقول له انت ما نجحتش في انك تلعب فردي، مش بتفكر تلعب ثنائي تاني؟ بيرد عليها انه لا، وانه هيرجع يقعد شويه في البيت. بيقفل التليفون وبيقعد في الارض عشان كل حاجه قفلت في وشه. وهنا بيرن تليفونه وبيكون مدرب فريق شركه سان لايت للمشروبات، بيقدم له عرض عشان خاطر يبقى معاهم. وتاني يوم بنشوف بطلنا رايح الشركه وبتبعت له امه مسج انه لازم يلبس كرافته عشان يبقى اخر شياكه. بيروح يشتري واحده وبيلبسها بس مش بيعرف يربطها. ويكون ماشي في جنينه وفجاه بيشوف واحد مغمى عليه وبيسيبه وبيمشي، بس الراجل السكران ده بينده عليه وبيطلب ميه وبيجيب له بطلنا فعلا الميه وبيمشي. الراجل ما بيسيبوش وبيمسكه من شنطته وبيقول له انت انقذتني وده دين فرقتي، بس شكلك لسه مستجد ومش عارف تربط الكرافات. فبيربطها له فعلا وبيجري بطلنا بسرعه عشان اتاخر على ميعاد المقابله في الشركه، بس بيوصل في اخر ثانيه. بنشوفه واقف مع مدير قسم الاتش ار بيعرفوا على الناس في قسم المبيعات، وبيكونوا كلهم بيبصوا مصدومين وواحد منهم بيكتم ضحكته. بتشاور البنت على الكرافته وبيكون الراجل السكران عمل الواجب معاه في الرابطه الهبله دي. وهنا الراجل السكران بيخش المكتب وبيقرب من ميكوتو وبنعرف ان اسمه تاتسو وهو موجود وعضو في فريق الريشه. بعدها تاتسو بياخد ميكوتو جوله في اقسام الشركه يعرفوا عليها، واخر مكتب بيخشوه بيكون قسم التخطيط. وفي القسم ده بقى بيكون في صاحب لنيكوتو اسمه تويا وكان معاه في المدرسه. بيسالوا تويا لو كان نسي الحادثه اللي حصلت في بطوله الثانويه، بس نيكوتو بيقول له مالكش دعوه. بيكون ميكوتو فاكر ان الجوله خلصت خلاص وهيروحوا التمرين، بس بيقول له تاتسو ان التمرين الساعه 4. بياخدوا جوله في الشغل بره الشركه وهم راجعين بيكون تاتسو بيضحك عليه عشان مش عارف يعمل حاجه خالص في الشغل. فبيقول له ميكوتو انا جات لي دعوه عشان العب في فريق الريشه، مش عشان اشتغل طول النهار واتمرن طول الليل. ايه الفريق الخايب ده؟ انتوا درجه تانية ولا ايه؟ بيرد تاتسو احنا وصلنا الدوري اس جي السنه اللي فاتت، بس لسه الطريق طويل عشان نبقى زي بنك ميتسوهوشي، خلينا نشتغل مع بعض عشان نبقى زيهم. بيقول له ميكوتو انا بحب الريشه بس مش بحب الصداقات الجديده. يقول له تاتسو بص اللعب الزوجي والشغل مع بعض هيخلينا نعمل حاجه هايله. بيرد ميكوتو ما اعرفش الكلام ده عشان انا اصلا ما بلعبش زوجي. بعد شويه بنشوف ميكوتو واقف قدام باب مدرسه ابتدائي ومصدوم من انه هيتمرن في الصاله بتاعه المدرسه دي. بيقابل تويا على الباب وبيخش يغيره عشان التمرين، ويدخل عليهم اللي كان بيضحك على الكرافته بتاعه ميكوتو وبيكون اسمه تاكيدا، وهو وتويا بيلعبوا زوجي. بعدين بنشوفهم داخلين الملعب وبيكون اخو تويا الكبير واسمه سوتا وده في الفريق وبيلعب فردي. بيخش عليهم مدرب الفريق وبيقول انت جيت ميكوتو هنشوف مهاراتك دلوقتي، بس فين زميلك في الفريق؟ بيقول له ميكوتو زميلي مش طاهر حاجه. بيرد المدرب ايوه زميلك في الزوجي عشان انت هتلعب زوجي. وهنا بيخش تاتسو ويقول اسف عشان اتاخرت، بس انا وانت يا ميكوتو زماله شغل ولعب. بيرد ميكوتو طب تمام انا هسيب الشغل. بيوقف المدرب ويقول له رايح فين؟ بيرد ميكوتو ما حدش قال لي ان هلعب زوجي وانا مش بلعب الا فردي وبس. وبعد خناقه صغيره بيقول المدرب انت احسن في الزوجي يا ابني. بيرد ميكوتو انا لو عارف ان الفريق بتاعكم فاشل كده ما كنتش بيه، وبعدين انا عاوز العب فردي عشان اوري جماعه البنك اني مش فاشل. وهنا بيقرب تاتسو منه وبيقول تعال نلعب ماتش فردي انا وانت، ولو كسبت تلعب فردي ولو انا كسبت هتبقى شريكي وهنلعب زوجي. بيقول له ميكوتو ما تقلقش انا مش هخسر. بيبتدي الماتش من عند تاتسو وبنشوف النقط بتزيد وبيكون وصل تاتسو للست نقط. بيقول تاكيدا لانه مش هيعرف يصمد قدام تاتسو. بيقول له تويا ده اسلوب ميكوتو، بيراقب خصمه وبيدرس كل تحركاته وبعدها بيبتدي يلعب. وبيلعب تاتسو وبيردها ميكوتو لفوق عشان تاتسو ينط ويضربها، بس ميكوتو بيقدر ويعرف تاتسو هيلعبها فين. بيتحرك بسرعه وبيجيبها نقطه ليه. بنشوف النتيجه فجاه اتقلبت وبقت 11 لميكوتو و8 لتاتسو. بيكملوا لعب وبيضرب تاتسو ضربه عاليه لورا. بيكون ميكوتو بيرجع عشان يجيبها بس فجاه بيقف وبيفتكر تاني نفس الموقف بتاعه بطوله المدارس لما زميله وقع على الارض. وبيكملوا الماتش وبتكون النقط بتزيد عند الاثنين. وبنشوف تاتسو بيقع على الارض عشان يصد ضربه وبيكسب نقطه بيها. بيقول له ميكوتو ليه كل العذاب ده مش مستاهله يعني. بيرد تاتسو لما ريشه تضرب في الارض هتخسر. بيكملوا باقي الماتش وبيكون فاضل نقطه لتاتسو واللعبه بتكون ولعت نار، وميكوتو بيكون بيفكر بقوه تاتسو ومهاراته وازاي بيلعب قصاده. وهنا تاتسو بينط في الهواء وبيضرب الريشه زي الرصاصه وبيكسب بالفعل الماتش. بعد التمرين بيكونوا راجعين للبيت وبيكون تاتسو بيخترع اسم ليهم عشان هم خلاص بقوا زوجي. وميكوتو مش طايق نفسه وبيقول تاتسو هنبقى هايلين وهتعرف يعني ايه تبقى بادوريامان. بيرد ميكوتو ايه الاسم الغبي ده؟ بيقول له تاتسو المحارب في الشغل ولاعب الريشه اللي هيكون بطل البدله والريشه بادوريامان. طبعا الهبل ده بيخلي ميكوتو يمشي. تاني يوم بيكون ميكوتو بيجهز نفسه عشان الشغل وبيفتح باب شقته وبيشوف قدامه تاتسو مستنيه وبيروحوا مع بعض السوبر ماركت كتير وبيبتدوا يشتغلوا. بعد السونا بيروحوا التمرين وبيشوفوا ميكوتو بيتمرنوا من غير آلات رياضيه
وحاجه اثر كهرباء. بينتهي المدرب على نيكوتو تاتسو عشان يجهزوا للماتش الودي مع شركه بونسكيس. المدرب بيكون مش شايل المضرب وبيضرب الريشه بالمروحه بتاعته. بتعرف ان لما نيكوتو بسرعه وبيضرب تاني ريشه، وهنا هم بيحاولوا هم الاثنين يصدوها بس بيخبطوا ببعض. بيبص الاوتو تاتسو اللي واقع على طرف السبيكرز دنيل وبيخاف يكون جرى له حاجه، بس تاتسو بيقوم عادي وبيستغرب من نظره نيكوتو جدا. بعد التمرين بيكون الفريق في مطعم بياكلوا مع بعض وبيتكلموا، وبينزل طبق بصل بيوكا وبيكون في مقابله مع فريق يونسكس على التلفزيون. بيكون واحد من الفريق ده اسمه هاياتو، وهو وزميله مركزهم الثاني علنيا، وبيسالوا مذيع عن اخوه تاكوما الازرق منه وان هو الاول على العالم. تاني يوم بنشوف نيكوتو وتاتسو رايحين لمون، وبيعدوا من جنب عربيه صاحب المون، وبنشوف تاتسو بيركب المشاريب على الرف وبيدي مفتاح العربيه لنيكوتو بيقول له ما تقفش كده، روح هات مشاريب كمان. بيروح نيكوتو يجيب الصندوق من العربيه، وهو راجع بيشوف قاضي شكله بريد جنب الحيطه، ومن غير ما ياخد باله بيكعبل وبيطير الصندوق بيربط في عربيه صاحب المون. بيعتذر تاتسو نيكوتو لصاحب المون بس بيكون هيعيط عشان عربيته، بيفتكر انه يبطل يشتغل مع شركتهم تماما بسبب الحركه دي. وانا بيزعل الراجل اللي شافه نيكوتو خارج من المول، بس نيكوتو بيجري بسرعه وبيمسكه. بيطلع الراجل ده حرامي وبيحاول يضرب نيكوتو، بس عشان بطل ما بيرح القاتل اللي قصابه يقدر يهرب من ضربته. وانا الحرامي بيطلع مطوه من جيبه وبيحاول يقدر على نيكوتو، بس اخر لحظه بيضرب تاتسو الحرامي بيوقعه. بيعدي بعدها الوقت وبيكونوا قاعدين في البيت، وبيقول تاتسو كويس او صاحب المول عارفين على الناس احنا، بس بقول لك ايه انت عرفت ازاي حرامي. بيبد بيده تاتسو عشان ياخد قيفنا على الترابيزه اللي في نيكوتو بيسحبه من قدامه. بيجرب ياخد قيف تاني وبرضه بيسحبه من قدامه، بيقول له كده عرفت انا اقدر اقرا حركه الشخص اللي قدامي من تصرفاته. وبعد شويه كلام بيقول له تاتسو لازم تقرا ده. بيفرج ورقه مكتوب فيها تخطيط منتج جديد للشركه. وتاني يوم بنشوف الفريق قدام شركه يونسكس، وبيخش لسالكن العاب وبيكون في صحافه بتصور مع هاياتو، وبيقرب هاياتو بينهم عشان يفنم عليهم. وبيبتدي اول ماتش مع فريق جويا وتاكيدا. بيكون تاكيدا حرف من الناس الموجوده كتير جدا في المكان، وبيخلص الشوط الاول بفوز يونسكس وبيلعبوا الشوط الثاني. برضه بيخلص الشوط الثاني زي الاولاني وبيكسب فريق يونسكس. بيخش الشوط على ماتش تربي وبيقدر انه يكسبه. بعد كده دي بتيجي ماتش نيكوتو وتاتسو ضد هاياتو وزنيدو، بيكون التقدم فيه لفريق يونسكس. بيحاول نيكوتو يفهم حركات هاياتو وزنيدو بس مش قادر يستوعبها، وهم بيحاول يضرب هاياتو ريشه لورا. بيوصلها نيكوتو بيفتكر زنيدو وبيقف في مكانه زي كل مره، بس تاتسو بيلحقها، لكن هاياتو بيكون مستنيها وبيضربها على الناحيه الثانيه وبيكسب النقطه. بيفوز الشوط الاول بفوز فريق يونسكس. ولما يستريحوا بيكون تاتسو ونيكوتو بيتكلموا من غير ما نيكوتو يبص له، كمان يبص له بيقول تاتسو اخيرا بصيكي يا ابني احنا فريق، الضربه لما تقدر تشيلها انا هشيلها. وبيفتش الشوط الثاني وفعلا الريشه بتطير فوق نيكوتو، بس تاتسو بيلحقها وبيسدد النقطه. بيبتدي تاتسو يتحرك بقوه في الملعب، وبعد شويه بيقول لميكوتو انا عندي فكره، انا مش قادر افهم كل تحركاته، بس اقدر اقول ان في مكانين بيضرب عليهم كل مره، عاوزك تساعدني. بيكملوا بعدها الماتش، وهنا بيقدر نيكوتو يقرا حركه هاياتو وبيصد ضربته وبيسدد النقطه. بيبتدي يسجلوا نقاط كتيره، بس هاياتو بياخد باله ان بقى ما بيقرا حركاته وبيضربها لكن تاني، بس هنا تاتسو بيصدها. بيولع الماتش وموت بعد موتة بيكونوا خلاص فاضل موتة على الشوط، وبيولع الماتش اكتر بين الفريقين لغايه اما تاتسو بيطير في الهواء وبومان بيحسن الصوت ويكسبه. بيبتدي الشوط الاخير وبيكون هاياتو المره دي بيلعب بثقه كبيره جدا وبيكسب فريق يونسكس. نشوف تاتسو وميكوتو راجعين البيت، تاتسو بيحاول يروق عليه وبيقول له خلاص هادي خسرنا بس علينا حاجه في الماتش ده، وعموما احنا ممكن نرد عليهم في بوت الشركات وهيكون في غيرهم كتير. بيقول له ميكوتو انا مش هخسر قدام اي حد مره ثانيه. بيقول له تاتسو انا معتمد عليك يا صاحبي. تاني يوم بنشوف تاتسو وميكوتو في الشركه بيشربوا حاجه وبيخش عليهم اوسوياما، وده اللي بيشتغل في قسم ضمان الجوده، وبيسأل تاتسو عن هيرال اللي سابها المون واوكو. بيعرفهم تاتسو على بعض ويقول اوسويالا كانوا زمان في فريق ريشا وشالين قياما انه يرجع بس مش قادر. بيقولوا اوسوياما ما تسوقش عن موضوعنا، ست هيرالي. بيقول له تاتسو يا الحاجات الصغيره مش بيتصرف فيها قسم المبيعات. بيرد اوسوياما يبقى جاهز تقريرك وهاتهولي. وبيرجعوا في قسم المبيعات وبيقابلوا مدير القسم وبيقول مبروك يا نيكوتو الاقتراح بتاعك هو اللي كسب. بيقول لنيكوتو مين انا؟ وبعد شويه بنشوف الفريق كله راكب العربيه ورايحين للمعمل بتاع الشركه عشان يشتغلوا على المقترح الجديد. بيوصلوا للمعمل وبيعملوا دوله، وبعدها بيعرفوا المكان اللي هيشتغلوا فيه على المقترح. بيكون مصوب زنجبيل بالبصل الاقدر. بيكونوا مستغربين ازاي يتوافق على مشروع الغريب ده. بيسأل تاتسو ليه اخترت الحاجات دي؟ بيرد نيكوتو لما كنا نتعشى ضربتهم مع بعض وعجبوني. وبيبتدوا يشتغلوا ويتكلموا وميكوتو تايه وسطهم، بس في الاخر بيقترح ميكوتو ان يعملوها زي الازايز اللي شتها وهو داخل المعمل. بيوافق كلهم على فكرته وبيقول له تاتسو كده بقى تقدر تعمل توفيق للكلام. بيفتح نيكوتو اللاب عشان يشتغل وبيكونوا كلهم بيبصوا عليه وبيبتدي يكتب عليه حرف حرف وبيضحكوا عليه. بيقول له تاتسو ساعتها عشان كده تاخد وقت طويل قال عشان خلص التقرير. بيعدي الوقت وبنشوف نيكوتو قاعد في البسين وبيجي تاتسو يقعد معاه وبيبتدي يتكلموا عن الشغل. وبعد شويه بيقول له تاتسو انا سالتك المره اللي فاتت وانت ما قلتش حاجه، هو في مشكله حصلت معاك زمان هي ان خلتنيش عارف تنط لورا؟ بس نيكوتو بيتكلم ساعتها وبيقول انا بخاف انط لورا. في بوست المدارس كان معايا زميلي في الفريق الزوجي ازروما، واحنا بنلعب كان واقف وانا وجات ريتش عاليه من فوقي ورجعت
وانو ما بيت خبط فيه وحصل له بصبع في دراعه، ومن يومها لا قدرش يكمل ثرابة الريتش. عشان كده انا هربت من البنك ومن يومها مش قادر انط الوقت. بيقول تاتسو طيب بس ان النهارده انا تناش من هذا عشان امن واقف وراه وربنا انا اقوى منك. وبعدين بيسيم يخشوا جوه البيت وبيكونوا باقي الفريق مجهزين حفله لعيد ميلاد نيكوتو. بيتصدم منهم ويقول لتويا انت بتعمل ايه؟ بيقول لتويا لشارع يا صاحبي ده تاتسو اللي قرر يعمل الحفله دي. يبتدي يشربوا وياكلوا وبيقوم نيكوتو ساعات بطعنه في الاول بس بعد شويه بنشوفوا الناس الشرب من غير ما يوقف. يقول تويا يا صاحبي لازم توقف شرب عشان بكره عندك شغل. وبياخد تاتسو البيره منه وبيديله تويا ماريا بس نيكوتو بياخد يلف البيره بيني وبيشرب منها وبيقول له تويا انت بتشرب كده ليه؟ وهنا بينفجر نيكوتو وهو متعصب عشان ثاني ليه شاب شركه سان لايت الثاشم انا هعمل تحليل زي بتاع الشغل لكل واحد منكم اكيد انت بتخاف من الزحمه والافان بتاعك وحش دي ذابه وكل اللي هتشوفك. تويا انت مش بتفكر وانت بتلعب اي حاجه وخلاص من لما كنت في المدرسه وانت مش بتتحسن. وانت يا سوتا انت هابي قالوا اللي عندك امكانيات بس مش بتستخدمها انت كده بتهرب. وفي الاخر انت تاتسو حركتك مش معانا مش عارف تفكر خالص. انت بقالك سنين بتلعب زي اي عيل صغير يمكن العيل صغير بيفكر اكتر منك بس انا سمعت ان تكيفا بيربي على شغلي وانت ساعدتني كتير النهارده عشان كده بشكرك. وانت يا تويا ممكن اقول لك حاجه اشكرك. وانت يا سوتا ساعدتني كمان النهارده اشكرك. وانت يا تاتسو اوضتك وفها ورجليك ريحتهم طالعه وانا بسمع صوتك كنت بتشهر من اوضتك انت مزعج قوي. وبيقع من كوتو في الارض سكران وبيحاول تاتسو يصحيه ويقول له مش شايف هن الا الحاجات الوحشه قول حاجه حلوه طيب قول اي حاجه احنا شركاء. ان يوم في الشغل بيكون ميكوتو دماغه بتلف من اللي شربوا ماح والناس بتحاول تصحيه وبعد الشغل بيروح التمرين وبيتجمع والمدرب وبيشاور على ورقه معلقها وبيقول جيب طولة الشركات. بيقول تويا احنا في مجموعه شركه توماري احنا في مجموعه شركه توماري النقل دي الفرق قويه. بيقول تاتسو بعد توماري هنواجه يونسكس وعشان نرد الخساره مش لازم نخسر في اول ماتش. بيقول المدرب يا رجاله جهزوا عشان نربيهم ونعرفهم احنا. وبنرجع بالزمن لما كان ميكوتو في المدرسه وقت ما عرف عليه زميله اللي اسمه ازوما. ساعة قال له نلعب معاه في فريق زيشا وتعرف كمان ازاي بقى فنكوتو معاه في الفريق وبقى هو وازوما اصحاب وبقوا بيلعبوا زوجي وقدروا يكسبوا بطوله. وفي الوقت الحالي في بطوله الشركات بنشوف سوتا بيكسب الماتش الاول في الكاربي ويعبي اول يوم في البطوله وبيكون فريق سارلاي بكفد اول جوله. بالليل بيكون الفريق قاعد في المطعم وبيحتفلوا بس نيكوتو وتاتسو بيكونوا بياكلوا من غير ما يتكلموا. ساعتها بتحصل مشكله في الشركه بسبب مشروب الزنجبيل بالبصل عشان طعمه مش حلو. نيكوتو بيطلب شويه وقت عشان يقدر يعبر على طعم المشروب ويبقى حلو. وهم بياكلوا في المطعم بيقرب منهم الشيف وبيقول عجبكم بصل فوكويا؟ بيقول نيكوتو ممكن تتكلم معنا البصل ده. تاني يوم في البطوله بنشوف فريق اكيد الكويا بيكسبوا الماتشوب كده خلاص هتكون الجوله اللي جايه مع فريق كومالي للنقل ومعروفين بيس لفريق اسود الشمال الزهريه. بعد الماتش بنشوف تاتسو نيكوتو بيمشوا لوحدهم وبيقابلوا راجل عجوز في عربيه نقل بيروحوا عن المزرعه بتاعته في قريه فوكويا وبيقفوا قدام مزرعه البصل بتاعته وبيعرفوا على حبيب الراجل ده يكون في المدرسه الابتدائيه اللي اتدربوا فيها. فاكد كل عجوزه عن لهم عزومه وبتقوم مراته عامله قبط سلطه البصل والتفاح وبيعجبهم جدا. وبعد الاكل بيلعب نيكوتو والحفيده الدرب بير بريشر. وتاني يوم في البطوله بيقابل فريق سلايت وفريق توماري النقل قبل الماتش. بيكون قائد الفريق اسمه شيريو وهنا نيكوتو بيتصدم لما بيشوف صاحبه ازوما معاهم في الفريق. وبيكون اول ماتش بين تاكيدا وتويا ضد اتنين من فريق توماري بس فريق توماري بيكون غير التشكيله بتاعته وخلى شيريو وزوما فريق وحده والفريق ده هيلعب ضد نيكوتو تاتسو. بيبتدي بماتش بإرسال من توماري بيكسبوا اول نقطه وهنا تشتغل الموسيقى في المدرجات وبتكون بنت رئيس الشركه قائده فريق المشجعين لفريق توماري. بتكون البنت مولعه الجو وبيبان على اكيد قلق وفريق توماري دي يكسب نقطه ورا نقطه والمدرجات مولعه. بيخلص الشوط الاول فعلا بفوز توماري وبيبتدي الشوط الثاني وتاكيد مش مركز ومش عارف يلعب خالص. وبيفتكر لما كانت المدرسه مكان في مهرجان عندهم اسمه مهرجان اعلن عن حبك. بيقولوا واحد من صحابه هم في الفصل انه في واحده معجبه بيك ويوصلها وبتقوم بتبص له بس اتكسف وتودي الشان محيان. في المهرجان بيطلع تكيبة على المسرح وبيطلب منها تخرج معاه بس هي بتقول له اسف عشان انا معجبه بواحد تاني وكل الموجودين بيضحكوا عليه. وبنرجع مره تانيه للماتش وبيضرب لاعب من فريق توماري ريشا وبيكسبوا الماتش. بيقضي الماتش التاني بين سوتا ضد لاعب بيحب عضلاته قوي في فريق توماري بس سوتا مش سهل بيقوم بيعذبه واللاعب اللهبل بيكلم عضلاته وبعد شويه بيخلص الماتش فعلا وبيكسب سوتا. بعد كده بيخشوا في الماتش الاخير بيكون بين نيكوتو وتاتسو ضد بيشيريو واسوما. بيخلص الشوط الاول بفرق كبير لتوماري. بيعرف تاتسو نيكوتو بيقول له انت كويس؟ يرد نيكوتو تمام. وفي بريك يسأله مدرب عندك مشكله انك بتواجه سنيرك القديم؟ المنافسه في العالم الباقي هي اهم حاجه انت مش عندك دناء تواجه العالم باقي نيكوتو. بيرد على نيكوتو هنكسب الشوط الثاني. وبنرجع للزمن ايام المدرسه وبنشوف صوره نيكوتو ازوما في الجورنال. بيكون نيكوتو جاله قبول من الثانويه وازوما الان انه يخسر صاحبه وشريكه في اللعب. وفي بطولة المدارس الثانوية كان مدرب فريق بنك ميتسوهوشي بيتفرج على البطولة عشان ياخد لاعبين لفريقه. وبيكون الماتش بين نيكوتو ازوما ضد تاكوما اخو هاياتو وزميله. بيكون فريق تاكوما بيكسب وازوما تاب جدا.
وفريق تاكوما مركز على ازوما قوي عشان شايفينه كائن، وبتيجي الضربه عاليه يدوس لها نيكوتو وبيرجع عشان ينط ويجيبها، بيجري ازوما في نفس اللحظه وهنا بيبقى توبا. وبنرجع للماتش في الشوط الثاني وبيقول ازوما بسره ما كانش خطر نيكوتو، بيبتدوا يلعبوا بعدها وبيولع الشوط من اوله وفريق توماري بيتقدم عليهم، نيكوتو ما بيقدرش يعمل حاجه. سقافة الصوت بيوصف ازوما كفايه انت بتردد ليه؟ زعلان عليا؟ انا مش مبسوط حتى لو هكسب. بيجي تاتسو من ورا ميكوتو بيديله التاتسو برقصيه على دماغه وبتوجعهم هما الاثنين، وبيصرخ نيكوتو انت عملت كده ليه؟ بيرد تاتسو انا بشجعك، شكلك عامل زي البص من غير روح، فوق كده وصحصح معايا، هنعمل ايه دلوقتي؟ بيقول بنيكوتو عبي هنكسب. بيقول له تاتسو ايوه بس بص انا عندي سكه. وبيرجعوا للشوط الثاني وهم بيلعبوا، بتيجي ضربه عاليه ناحيته وبيندهوا على بعض في اماكنهم، بيضربها نيكوتو بس يحاول يلحقها اوزوما، انما تاتسو بيكون مستنيها وبيكسب نقطه. بيكملوا الماتش وبيفضل تاتسو وبيكوتو يندهوا على بعض، بس الشرير ومش بيسكت وبيجيب نقطه. وهنا بيقول تاتسو براك عينيك هي اللي هتكسبنا يا صاحبي، انا واثق فيك. وبيهز نيكوتو دماغه وبيقف قصاد اوزوما اللي بيحط ايده على ودنه وبيسبكر نيكوتو حركه بيه لما كانوا نفسك في المدرسه، واوزوما بيعملها لما بيكون مبسوط. بيرجع للماتش على طول، وهنا نيكوتو بيقرا حركه اوزوما، بيجري بسرعه وبينط وبيضربها وبيكسب نقطه. بيكملوا لعب وفريق ساملايت بيتقدم نقطه ورا نقطه واللعبه بتولع اكتر والماتش بيسخن. بيجي نيكوتو ضربه بحركه رهلوانيه بيكسبوا بيها فعلا الشوط الثاني يحسموا. بعدها بيبتدي الشوط الثالث وبتكون النتيجه قريبه جدا وخلاص الماتش هيخلص. بتيجي ضربه عاليه نيكوتو اللي ما بيقدرش يرجع بيها وبيحاول تاتسو يجيبها بس مش بيلحقها، وبيحصل النقطه ده تاني وبيكسب فريق توماري نقطه. وكمان مرة وبرضه نفس الحوار، بيكون فاضل نقطتين لتوماري ويكسبوا الماتش. يقول نيكوتو لنفسه انا هفضل اعتمد على تاتسو كده، وهنا نيكوتو بيبعصب وبيجيب 3 نقط ورا بعض، بيكون فاضل لهم نقطة فاصلة واحدة ويكسبوا. وبينك رئيس شركة توماري مولعة المدرجات، وبيلعب نيكوتو اللسان بيضربوها لبعض بقوة كبيرة، وبتيجي بضربة عالية نيكوتو وبيرجع شوية شوية وهو يقنع نفسه انه يقدر يجيبها، وبيشرف تاتسو نوت يا نيكوتو، وفعلا بينط نيكوتو وبيضربها وبتنزل زي رصاصة على الارض، وكل الجمهور مصدوم. يحسن الماتش بيها وبيخلصوا الفوز لصالح فرقته، وفريق سلايب كسب والجمهور ساعتها يولع الملعب، وبيفوز تاتسو نيكوتو برافو عليك. يسلم نيكوتو على اوزوما، وبعد الماتش بيكون اوساياما خارج من الملعب، بيقابله تاتسو بيقول له انت جيت اخيرا، بيبارك له اوساياما وبيكمل تاتسو ايه مش عاوز تنضم للفريق؟ بيرد اوساياما انا جيت هنا عشان اشجعك وبس، والمدير هو اللي طلب مني كده سنان. وباليد نشوف فريق توماري وسانلايف بيحتفلوا مع بعض في المطعم، ويقول للواد اكيد بقى اللي كان بيلعب ضده هو انت عندك توتر الاداء؟ بيقول له تاكيد ايوه يا عم اقعد اتريق عليا بقى. بيقول بعد الواد انا عارف شعورك عشان انا كنت زيك بالظبط، مش هنسى اليوم ده، كان اول مره العب في بطوله كبيره وكنت خايف قوي، بس المدرب قال لي عاوزك تخليهم كلهم مع الارض. بتضحك الناس ومبسوطه وبتهزر مع بعضها، بس ازوما بيكون بيبص لنيكوتو ومش بيتكلم، وبيخرج بطمع وطبعا بياخد باله شيريو. يخرج شيريو وبيتكلم شويه مع ازوما وبيقرروا يبتدوا من جديد. تاني يوم بنشوف ميكوتو شغال على التقرير بتاع المنتج الجديد في البيت، لغايه ما بيخلصوا بيجي علشان يحفظ الملف، بس من تعبه النوس بيروح لكلمه الغاء. بينام ميكوتو على الترابيزه، وكان يوم بيكون تاتسو بيخبط على البير عليه، وبيصحى ميكوتو وبيقفل النت زي ما هو وبيقوم عشان يروح الشغل. بعد ما بيوصلوا الشغل بيقول لهم واحد من الموظفين ما كانسوش جلسه التذوق. بتكون كل الشركه شغالة عشان جلسه التذوق والعرض اللي هيقدمه ميكوتو، بس كمان كل الموظفين بيطلبوا منه انه يسالهم في كل حاجه. بعد كده يطبعوا دعوات للناس ويوزعوها، وبعد ما يخلص نيكوتو تاتسوكا وزي الدعوات بيكونوا راجعين البيت، وهنا بيقول له تاتسو بديتك عليها حاجه نضفها كويس. بيرد نيكوتو بس كده مش هلاقي حاجه البسها، وبياخدوا تاتسو محل اللبس وبيشتروا بدله جديده، وبيكونوا بيتكلموا عن اوسوياما قد ايه هو صعب في الشغل وانه لازم يرجع يلعب ريشه. تاني يوم كل الشركه بتجهز لجلسه التذوق، وبيكون ميكوتو لابس لبس القندس رمز الشركه، بيكون في عربيه نقل بتركن وبيقربوا منها وبيسالوا عن شراب الزنجبيل بالبصل، بيجاوبهم السواق ان ما تيجي غير اللي نزله من العربيه بس. وهنا بيجي اوسوياما ويقول في مشكله، احنا لغينا المشروب ده، قالوا لي قسم المشتريات انه في مواد جت بالغلط مكان المشروب، واعتقد انه كلها اتحطت مع بعضها، وما ينفعش نخاطر ونخلي الناس تجرب المشروب ده عشان هو مش موجود. وهنا يقرروا كلهم يتحركوا عشان يعرفوا المشروب فين، وحتى سوتا اللي في قسم ضمان الجوده بيشاركهم، ويدور ميكوتو وتاتسو على الفواتير، وبيقول لهم موظف انها في قسم الحسابات، وبيروحوا يدوروا على الفاتوره. بتبتدي الناس تيجي جلسه التذوق، وبتبتدي الجلسه في المشاريب الموجوده. بيجي اوساياما يساعد بطلنا وتاتسو، بيقول ميكوتو انه لقى الفاتوره فعلا، وهنا بيرن الصوت على تاتسو بيقول له المشروب هنا بس في كراكين شبهها عشان كده حصلت اللخبطه. بيقول له تاتسو حلو قوي خلوهم يبعتوها بسرعه. ايه كل العربات مش موجوده؟ طيب مش مشكله شكرا يا سوتا. وبيرن تاتسو على حد، وبعد شويه في الاحتفال بيكونوا وصلوا لاخر منتج واللي هو الشراب بتاعهم. بيشاور تاتسو للبنت انها تماطل شويه وتقول لهم ان القندس هيرقص، وهم واقفين بره قدام الاحتفال بتوصل عربيه نقل وبتكون من شركه توماري، واللي بيسوق العربيه هو اوزوما. ويوزعوا بالفعل المشروب على الناس، وبعدها بنشوف ميكوتو اوزوما قاعدين جنب العربيه وبيتكلموا، وبيقول ميكوتو شكرا يا اوزوما انت انقذتني النهارده. بيرد اوزوما على فكره انا اتبسطت قوي لما لعبنا الماتش الاخير ده،
انا هكمك في الريشه، بس المره الجايه انا اللي هكسب. بيقول له ميكوتو وانا اللي ههزمك. وبعد ما جونشي اوزوما بيجهز ميكوتو نفسه عشان عرض المقترح، وبيشوف مشبك الكرافته اللي جابه له تاتسو. في اجتماع الشركه بيكون ميكوتو بيشرح للاداره عن المشروب، وبعد ما بيخلص بيقول المدير الفكره عجبتني، ايه رايكم يا جماعه؟ وهنا نائب المدير بيحاول يقلل من شغلهم وانه في مخاطره كبيره على الشركه وانه هيجيبوا ازايز عشانه وده مكلف جدا. وهنا بيقول ميكوتو هتشوفوا كل الشرح في الملف اللي على الشاشه ده، واللي هيوضح تكلفه الشغل وكل حاجه خاصه بالمشروع. بيشغل تاكيتا الملف بس مش بيظهر اي حاجه عشان ميكوتو باشا ما حفظش الملف وده الغاء. وهنا الاداره بتبص لهم وبيقول تاكيتا في سره انا هقدر اعملها. وبيسبيكر الواد اللي من فريق توماري بحكايه انه يتخيل كل ما قلته، وفعلا بيتخيلهم كلهم كده وبيكون هيضحك بس بيقول اسمحوا لي اشرح كل حاجه. وهنا بيشرح ازاي هيشتغلوا عشان يوفروا مصاريف المنتج. وبيرد راقب المدير وانا استفدت ايه دلوقتي؟ ما انت كمان بتصرف ومش ضامن ارباح. وهنا بيتدخل اوسوياما وبيقول ممكن اتكلم؟ بيقول له نائب المدير قسم ضمان الجوده ملوش دعوه بالمواضيع دي، اختصاصه الارقام والتقييم وبس. بيرد اوسوياما تمام وانا هتكلم عن الارقام. المشروب ده جاب تقييم بنسبه 89% من الناس لحفله التذوق، الناس عاجبها المنتج ده. بيتصدم نائب المدير من التقرير وبيقول المدير الزبون دايما على حق، ابتدوا انتاج في المشروب ده. وبعد الاجتماع بيكون ميكوتو وتاتسو بيشربوا قهوه وبيتكلموا عن اللي حصل، وبيعدي من جنبهم اوسوياما وبيقول له تاتسو شكرا على المساعده، انت بجد اوسوياما الشرق دايما بتنهي الامور. بيرد اوسوياما اللقب ده كان لما كنت بلعب ريشه وانا بقالي كتير سايبها. بيقول له تاتسو ما تقدرش تخلص من حاجه جواك يا صاحبي. وهنا بيساله ميكوتو هو انت مش ناوي ترجع تلعب ريشه بقى؟ تاني يوم في البطوله بيكون فريق بنك ميتسوهوشي بيلعب وبيضرب تاكوما اخر ضربه وبيحسم الماتش وبيكسبوا. بعد الماتش بيكونوا في الاستراحه وبيقول واحد من الفريق تاكوما فريق يونسكس هيلاعب فريق سانلايت، مش هتتفرج على الماتش ده؟ بيقول له تاكوما مفيش داعي عشان انا متاكد ان اخويا هيكسب. بيقول له زميله مش ده الفريق اللي انضم له ميكوتو؟ انا سمعت انه بيلعب ثنائي دلوقتي. وبنشوف فريق سانلايت وفريق يونسكس بيجهزوا نفسهم للماتش، وطبعا مشجعين هاياتو مولعين الملعب. وبنشوف اوسوياما جاي مع عيلته عشان يتفرجوا على الماتش، وبيكون الواد بشعر ابيض في فريق ميتسوهوشي اللي اسمه ايزومو. وايزومو ده يبقى صاحب تاتسو وكان شريكه في الفريق وقاعد بيتفرج على الماتش. بيبتدي الماتش وبيخلص الشوط الاول بفوز يونسكس. بيكون اوسوياما بيفكر في طريقه لعب يونسكس وبيحاول يوجد لها حل. بيقول ميكوتو لتاتسو حظنا حلو، الشوط الثاني الجو في الملعب هيساعدنا. بيبتدي الشوط الثاني وبيقدر تاتسو يجيب النقطه الاولى. نرجع لميكوتو وتاتسو في الليله اللي فاتت كانوا بيخططوا للماتش، وازاي كان ميكوتو بيقول لتاتسو انهم يخسروا الشوط الاول عشان يعرفوا طريقه لعبهم ازاي ويلعبوا معاهم بطريقه يقدروا يكسبوهم فيها. وبيولع الماتش وميكوتو وتاتسو بيكسبوا نقط، وبعد ما بتوصل النتيجه ل 13 لفريق سانلايت بيشدوا فريق يونسكس بالهجوم جامد وبيرجعوا يكسبوا. والنقطة اللي بعدها بيكون ميكوتو مركز اللعب على زميل هاياتو، بيضربوا ريشة عالية بتوصل لهاياتو، بينط يضربها في الهواء بس بيخلي الريشة تبطأ سرعتها. وبنشوف ازاي ميكوتو كان بيشرح لتاتسو ان الهواء هيساعدهم في الشوط ده. بيجري تاتسو يجيب الريشه وبيضربها بقوه وبتلمس الخط وبتتحسب نقطه ليهم، بيكسبوا بيها الشوط الثاني. بيبتدي الشوط الاخير وبتيجي ضربه لهاياتو وبيقول في سره الهوا معايا دلوقتي، بس مش بيحسبها صح وبيضربها بقوه بتقع الريشه بره الخط وبتتحسب نقطه لسانلايت. بيوصلوا لنتيجه التعادل وبيكون فاضل نقطتين ويخلص الماتش. هاياتو بيبتدي يتوتر والماتش شغال وبيضرب ميكوتو الريشه باعلى درجه. بينط هاياتو عشان يضربها، وهنا ميكوتو بيقدر يقرا الحركه بتاعته، بيجري بسرعه على الناحيه اللي هيضربها هاياتو، بيصد الريشه فعلا وبيكسب بيها نقطه. بيلعبوا الجوله اللي بعدها والماتش بقى نار على الاخر. بتعدي ريشه من فوق تاتسو اللي بيجري عليها وبينط عشان يجيبها ويضربها بقوه، وهو نازل بيحس بوجع في الرجل، انما بينجح انه يكسب النقطه وبيكسبوا بيها الماتش. بيسلموا اللعيبه على بعض وبيجي دور الفردي مع سوتا واللاعب الصغير في السن واللي اسمه ميسورا. ونشوف ميسورا بيبوس الريشه بتاعته وبيكلمها وبيقول لها جاهزه يا اليزابيث. بيضرب ميسورا الريشه وبيكسب اول نقطه من اول ضربه، والماتش شغال وميسورا بيتحرك بسرعه رهيبه وبيكسب نقط، وبعد شويه بيكسب ميسورا الماتش بكل سهوله. بعد كده يجي دور ماتش الزوجي الاخير بين تاكيدا وتويا ضد فريق يونسكس، وطبعا تاكيدا بيستخدم فكره انه يشوف الكل مالت وبيبتدوا الماتش على طول. تاكيدا وتويا بيكسبوا نقط، بس بعد كده فريق يونسكس بيحصلهم وبيخلص الشوط الاول بفوزه. بيبتدي الشوط الثاني وفريق يونسكس بيولع الملعب وعمالين يكسبوا في النقط على طول، وبيحاول تاكيدا وتويا يحصلوهم، بس بيكون فاضل نقطة واحدة لفريق يونسكس ويخلص الماتش. هنا بيحاول تاكيدا يقاوم لآخر هجمة وبيجري عشان يلحق ريشة، بس الريشة بتلمس الأرض وبيخسروا فريق سانلايت وبيحيوا الفريقين بعض. بيكون اوسوياما قاعد يتفرج عليهم ويقول لنفسه دول قدروا ينافسوا فريق يونسكس في الماتش ده، أنا متأكد إنه هيعملوا حاجة في دوري SG، بس أنا اتحمست كده ليه؟ الظاهر إني بغير منهم ولا إيه؟ وبيفتكر اوسوياما ايام ما كان بيلعب وازاي اتعرف على مراته واتجوزه وخلفه ولد، وهو ساب الريشه من ساعتها وركز على شغله وعيلته. بيقرر في الاخر انه عيلته اهم من اي حاجه تانية. وبنروح لاوضه فريق سانلايت وبيكونوا بيتكلموا على انهم هيسهروا النهارده وعن الشغل بكره والحياه زي اي يوم،
بيكون ميكوتو متوتر جدا وبيقول انتوا ازاي بتعملوا كده ولا كأن حاجه حصلت؟ انتوا ازاي راضيين بالنتيجه دي؟ بيبصوا له تاتسو وتاكيدا وتويا وبيتوششوا مع بعض وبيقول له تويا وانت فارق معاك ايه؟ ما انت كده كده كسبت الماتش بتاعك. بيقول له ميكوتو عشان احنا لازم كلنا نكسب، عشان احنا فريق. بيضحكوا كلهم وبيسالهم بيضحكوا على ايه؟ بيجاوبوه مع بعض ومين قالك اننا راضيين؟ بس الزعل مش هيغير حاجه، بس احنا مبسوطين عشان انت بتقول الكلام ده. احنا لازم كلنا نكسب عشان احنا فريق. وبيكملوا ضحك. بعد شويه بنشوف تاتسو وميكوتو ماشيين مع بعض وبيتكلموا وفجاه بيظهر ايزومو وبيخبط في ميكوتو وبيعتذروا لبعض وبيقول له ايزومو انت زميل تاتسو الجديد؟ انا مبسوط انه بقى عندك زميل جديد يا تاتسو. بيبص له تاتسو وبيسال ميكوتو انتوا تعرفوا بعض؟ بيقول له ايزومو انا كنت زميل تاتسو. وهنا بيظهر تاكوما وبيقول الفريق خسران اهو، انا سمعت انك رجعت تلعب تاني زوجي بعد ما مسحت بيك الارض في بطوله الثانويات. بيكون تاكوما هيمشي بس ميكوتو بيندهله وبيقول له احنا هنهزمكم في بطوله اس جي. بيكون تاكوما هيرد بس ايبوكي بيقاطعه وبيقول انا مبسوط اني شفتك يا ميكوتو، بس خلي كلامك ده في الملعب لما نتقابل. وبيمشي ايزومو من جنب تاتسو وبيهمس له ويقول له خلي بالك على رجلك. وبره الملعب بيكون اوسياما بيمشي وبيندهله ابنه وبيقول له ان امه كسبت في مسابقه الشعر. بيفرح جدا وبتقول له مراته انا وصلت لهنا عشان انت ساعدتني ووقفت جنبي، ومعنى كده انك لازم ترجع وتلعب ريشه تاني. بيقول لها بس بتقاطع مراته وبتقول له هو انا هتحايل عليك عشان تعمل حاجه بتحبها؟ روح وكلمهم عشان تبقى معاهم. بيحضنها قوي وبيجري ناحيه الفريق وهو بيفتكر ايام ما كان بيلعب ريشه وفي الاخر بيصرخ عشان يوقفه. وبيقول بعد ما بياخد نفسه انا بجري كل يوم 10 كيلو وبتمرن كمان ومستعد اعمل اي حاجه، بس ارجوكوا عاوز ارجع العب ريشه. بيقول له مدرب انت كبير في السن وبقالك كتير ما لعبتش، عشان كده لازم تلعب كانك بتلعب قصاد حياتك، فاهم يا اوسياما؟ بيقول له اوسياما حاضر. بيكمل المدرب كلامه وبيقول احنا خسرنا في بطوله الشركات بس الاداء بتاعكم كان قوي. انا عاوز اسالكم بقى انتوا عاوزين توصلوا لفين؟ بيجاوب ميكوتو اننا نكسب دوري اس جي. وهو اصلا في اجابه غير كده؟ كلهم بيوافقوا ميكوتو. بيكمل المدرب يبقى نجهز نفسنا كويس قوي، قدامنا 5 شهور، جاهزين يا رجاله؟ بيرد كلهم في صوت واحد جاهزين. بتعدي الايام وبنشوف اوسياما وسوتا بيلعبوا ماتش فردي مع بعض وبيكون اوسياما بيلعب بقوه وبيقدر يكسب الماتش وسوتا مش قادر يعمل حاجه من قوته. بيقول له سوتا انت بجد بقالك كتير ما لعبتش؟ بيرد اوسياما انا لسه مش قادر استحمل كتير، محتاج اتدرب اكتر. وهنا المدرب بيجمعهم كلهم وبيقول انا عاوز اقول لكم على حاجه ليها علاقه بمستقبل الفريق. تويا سوتا انتوا الاثنين هتلعبوا فريق زوجي. بيبصوا لبعض مصدومين وبيقول تويا ايه قصدك اننا نلعب زوجي؟ اخويا بيلعب فردي وانا معايا تاكيدا. بيقول المدرب تاكيدا هيسيب اللعب ويشتغل في التدريب. وبعد ما بيتناقشوا في قراره بيقتنعوا بكلام المدرب وبيقول كفايه هزار دلوقتي، قدامنا بطوله عاوزين نكسبها. ميكوتو تاتسو الزوجي الاول، اوسوياما هتلعب فردي، تويا وسوتا انا معتمد عليكم عشان هتعملوا فرق كبير مع بعض. وبيجي الليل وبيكون تويا وسوتا بيتعشوا في البيت وبيتكلموا على تاكيدا. وفجاه بيقوم سوتا وبيخرج عشان يجري. تاني يوم في التمرين بيكونوا بيتكلموا ان تاكيدا اتاخر عن اول يوم ليه كمدرب وبيقول تويا اخويا كمان اتاخر. وهنا بيوصل تاكيدا وبيقول في مشكله، سوتا قدم اعتزاله من الفريق. بيكون سوتا في المكتب شغال وبيخش تويا ويقول بعصبيه يا غبي انت فاكر نفسك بتعمل ايه وبتعملها كده من ورايا؟ بيقوم سوتا وبيقفل له بقه وبيعتذر من الناس اللي حواليهم وبيخرجوا بره. بيتكلموا بره عن الموضوع بس سوتا بيقول له ان الموضوع انتهى من لحظه ما اتنقل لفريق الزوجي. بيكون تويا هيضربه بس بيسيبه يمشي والدموع في عينيه. بعد الشغل بيخرج سوتا من الشركه وبيكون اوسياما مستنيه بره. بيروحوا مع بعض المطعم وبيقعدوا يتكلموا. بيقول سوتا كل اللي جواه انه مش عاوز يحيب ظن اخوه فيه عشان دايما بيبص له ان هو قدوته، وده اللي خلاه يبعد عن الفريق الزوجي معاه. وشائك ميكوتو بيكون تويا قاعد عنده وبيشرب ومتعصب من اللي عمله سوتا. تاني يوم بعد الشغل في التمرين بيكون ميكوتو بيسأل تاتسو لو هيتدرب معاه، بس تاتسو بيعتذر منه بيقول له انه عنده ميعاد مهم. وبعد ما بيخرج بيجي تاكيدا ويقول له حركاته مشبوهه قوي، الظاهر انه بقى عنده صاحبه جديده، انا هجيب لك قراره. بعدها نشوف مشكله تصميم للمشروب الجديد. بيكون تويا بيحاول يحلها بس التصميم بيكون وحش قوي وبيقول له سوتا ان لازم يغيره. وبعد ما يحاول تويا يكلم كل المصممين ومحدش يقبل انه يشتغلها، بيرجع سوتا لعنده بيكون جايب له اكل وبيقول له تويا اخويا ساعدني. وبيخرج سوتا اللعبه من جيبه وبيبتدي يلعب عليها وبيقول تويا هو ده وقته؟ شايفني مش عارف اعمل ايه وانت قاعد بتلعب؟ بيقول له سوتا تمام، امسك الايميل ده وابعت له التفاصيل وهو هيخلص التصميم. ده مصمم في امريكا وانا وهو بنلعب مع بعض واصحاب. وبيتكلم تويا مع المصمم وبيشرح له التفاصيل كلها. بيعدي الوقت وبتوصل مسج لتويا وبيكون التصميم جاهز. بيكون سوتا ساعتها بيجيب حاجه يشربها وبيسمع اخوه بيتكلم مع اللي بيشوف التصميم وبيقول له الراجل ازاي قدرت تخلص الشغل الجامد ده بسرعه؟ بيرد تويا عشان انا عندي اخ ما حصلش. وبيرجعوا البيت وبيكون سوتا قالب البيت. وبعد ما ينظفوا البيت بيقول سوتا انا قررت اني العب في فريق الزوجي، انا حاسس انه هيكون ليا قيمه كبيره قوي لو لعبت معاه. بيقول له تويا
انا قدرت افتكر حاجه النهارده، بجد انت اخ ما حصلتش. وفي الشغل بيكون ميكوتو بياكل وبتيجي البنت اللي معاه وبتقول له انها سمعت عن تاتسو انه هيتجوز وانه احتمال يسيب الريشه. وفي الليل بعد التمرين بيكونوا قاعدين في المطعم وبيكون ميكوتو سكران ومش عاجبه فكره ان تاتسو هيتجوز، ولما بينزل طبق بصل فويوكا بياخد واحده وبيلعب بيها وبتطير حته منها وبتيجي على دماغ نائب مدير الشركه بيهمس له تويا ويقول له احتذار بسرعه ياض على الحصب. بيكون ميكوتو بيبص له وبيقول ده كائن فضائي من كوكب البصل. بيضحكوا كلهم بصوت واطي وبيقول نائب المدير انه فريق الريشه فاشل والقائد بتاعه اللي هو تاتسو مضيع وقته في الريشه وسايب الشغل ومش مركز فيه. بيرد ميكوتو عليه ان تاتسو بيشتغل بجهد كبير جدا وفريق الريشه كل الشركه بتحبه وده اللي هيخليهم يكسبوا بطوله دوري الاس جي. بيضحك نائب المدير قوي بيقول بطريقه تكسبوا البطوله؟ حلوه النكته دي. بيقول له ميكوتو بتحدي بدوريامان مش بيرجع في كلامه، فريقنا قوي ومش هنخسر. تاني يوم بنشوف تاتسو وميكوتو في محطه القطر وبيقول ميكوتو تصرفاتك بقت غريبه قوي. بيرد تاتسو انا كنت عاوز اقول لك لما ارجع بس خلاص، بص انا عاوز اننا نلغي فريق الزوجي اللي بينا. وبيركب تاتسو القطر وبنشوف ميكوتو بيتمرن لوحده في الصاله والباقي قاعدين بيتكلموا انه تاتسو سافر ونائب المدير هو اللي بعته في المشوار ده. وبنرجع للشركه وبيكون ميكوتو بيشتغل والناس معاه في القسم بيتكلموا كلهم على سفر تاتسو. بيكون ميكوتو بيدور على ملف متجر واكو وبيقول ان واحد من الموظفين ان هو في مكتب تاتسو. بيروح يشوف الملف وتقع منه ورقه بتكون تقرير طبي عن رباط صليبي في رجل تاتسو. وفي مكتب المدرب بيخش ميكوتو عليه عشان التقرير بس المدرب بيضربه بالمروحه وبيقول له يركز في الشغل وبس. بيروح التدريب وبيتكلم المدير وميكوتو عن مشكله تاتسو وانه ممكن يسيب الريشه بسبب الاصابه بيه. بعدها بتشوف ميكوتو في طوكيو وبيقابل ايبوكي وبيمشوا مع بعض عشان ايبوكي بيكون تايه وبيروحوا لصاله وبيقول له ايبوكي ما تيجي نلعب ماتش ودي. وبيبتدوا فعلا الماتش وبيكون ايبوكي بيلعب بقوه كبيره جدا وبيقدر يهزم ميكوتو. وفي اخر ضربه من ايبوكي بيحس ميكوتو انه ما بيعرفش يلعب فردي عشان يتعود على اللعب مع تاتسو كزوجي. بعدها بنروح لبار بيكون قاعد فيه تاتسو وبيجي ايزومو وبيقعدوا يتكلموا وبيسالوا عن تاتسو لو كان ساب الفريق اللي كانوا فيه عشان ركبته. بيرد ايزومو ان مش دي المشكله بس هو عاوز انه كان يلعب على مستوى دولي وفريق ميتسوهوتشي هيقدر يحقق له ده. وبنروح لميكوتو اللي رجع البيت ووالدته بيقول لها دي ان هو هياخد شويه حاجات وبيمشي. بتشكر والدته على الدعوه بتاعه التذوق عشان رجع لها الذكريات للمكان اللي كانوا عايشين فيه زمان وان هو كان بيحب يلعب في الجنينه اللي فيها صيد قشطه. بيخش ميكوتو القطه عشان ياخد الهدوم بتاعته. بيقول ميكوتو لنفسه معقوله تكون نفس الجنينه؟ وبيفتكر اول مره قابل فيها تاتسو وبيسمع صوت وراه بتكون الحربايه خرجت كراسه. بيفتحها ميكوتو وبيشوف الرسم اللي كان بيرسمه زمان وهو صغير وبيشوف جواها ريشه من كره الريشه. بيكون مكتوب في الرسمه دي انه كان بيلعب مع صاحبه الكبير وانه هيبقى بادوريامان لما ينمو. وهنا بيجري ميكوتو وبيخرج من البيت. بيكون تاتسو مروح وبيفتكر لما دخل الشركه ازاي الناس كلها كانت بتتكلم عليه انه فاشل في الريشه وفي الشغل وساعتها خرج من الشغل. وقتها قابل ميكوتو لما كان صغير في الجنينه ومن ساعتها بقوا يلعبوا ريشه مع بعض. وفي مره الريشه بتكون في الهواء وجاي على ميكوتو اللي بيجري وراها عشان يلحقها وبيقدر يجيبها بس بيعور نفسه. وبيقول له تاتسو مفيش داعي تعور نفسك عشان تجيبها. بيرد ميكوتو بس انا فهمت لما الريشه تقع على الارض انت تخسر. بيفتكر تاتسو يوم ما كان ميكوتو هينقل لمكان تاني ساعتها بباله الريشه اللي لقاها ميكوتو في الكراسه. وبنعرف ان اللي كان السبب عشان ميكوتو يجي شركه سانلايت والفريق هو تاتسو. وبيوصل تاتسو للجنينه بالليل وبيقف يبص حواليه وهنا بيوصل ميكوتو وبيقول له انا هعمل كل جهدي عشان ننجح، قصدي الاصابه اللي عندك والاسلوب هنشتغل عليه مع بعض. انا ما عنديش افكار دلوقتي بس هو انا بقول لك ايه. وبيرفع الريشه اللي في ايده وبيكمل ارجوك ممكن تلعب معايا تاني؟ انت اللي علمتني. بياخد تاتسو الريشه وبيقول انا هفضل بادوريامان لحد ما اموت. تاني يوم بنشوف تاتسو وميكوتو بيتمرنوا مع المدرب وبعد التمرين بيقول ميكوتو انه لازم يتمرنوا مع بعض كمان وبيعتذر منه تاتسو عشان عنده مشوار. وبيقول ميكوتو هو انت عندك حبيبه؟ بيقول له تاتسو لا يا عم انت بتفكر ازاي، تحب تيجي معايا؟ وبياخدوا تاتسو بالفعل للمدرب عنده رجل واحده وبيعرفوا عليه وبيبتدوا يجهزوا الاسلوب لعب جديد عشان اصابه تاتسو. بتعدي الايام والتمرين شغال بقوه كبيره من الكل وكلهم بيجتهدوا وحتى بيتفرجوا على ماتشات الفرق الكبيره عشان يتعلموا اسلوبهم. يتعلموا كمان ان الشغل يكون ماشي وفي نفس الوقت الشغل كمان بيبقى ماشي حلو جدا بالنسبه لمنتج الجديد لحد ما يجي يوم بطوله دوري الاس جي. في مكتب نائب المدير بيكون في تقرير عن تاتسو انه عامل مشكله وبيكون نائب المدير بيقول للي عنده انه لازم يخلصوا من فريق الريشه عشان مصاريف زياده واول حاجه هيعملوها انهم يطردوا تاتسو. وفي مبنى بطوله اس جي بيكون الفريق مستني تاتسو بيجي وبيخش عليهم المدرب لابس بدله وبيقول تاتسو مش هيجي عشان مطلوب في الاداره وبلاش كلام زياده، في اسوأ الاحوال تاكيدا وميكوتو هيلعبوا مع بعض مفهوم؟ وطبعا يا شباب فريق سانلايت بيكون وصل لنص النهائي يعني ما ينفعش العطله دلوقتي خالص. وفي الشركه بتكون الاداره متجمعه وبيقول نائب المدير الاجتماع النهارده يا جماعه عشان تاتسو عمل مشكله في المطعم مع ابن رئيس سلسله مطاعم ايزاكيا وطبعا تاتسو سبب الكسور اللي انتوا شايفينها على الراجل دي. بيقولوا تاتسو بس انا مش فاكر اني عملت حاجه. بيرد نائب المدير بعصبيه بلاش كذب انت اللي زقته وعلمت تي كده.
وانا شايف انك تقعد في البيت وتفكر في المشكله دي وفي مستقبلك في الشركه. بيكون ميكوتو بيحاول يبعت له مسجات بس تاتسو مش بيرد، وهنا بتيجي البنت اللي في قسم المبيعات وبتقول ميكوتو هنعمل ايه؟ انا حاولت اكلم نائب المدير بس مش بيرد عليا. بيقول لها ميكوتو اهدي بس، ايه اللي حصل؟ بتحكي البنت لميكوتو انه من كام يوم راحت هي وتاتسو نائب المدير على العشاء، وابن الرئيس كان موجود وسكران وحاول انه يتقرب منها ويشربها معاه. ساعتها تاتسو اخد منه الكوبايه وشربها. بعد كده قال ابن الرئيس انه في بار لواحد صاحبه وعزمها عليه. هنا تاتسو كمان قال له انه موافق على المقترح ده. هنا بس اتعصب ابن الرئيس منه جدا وحاول ووقف قدامه وحاول يزقه كمان، بس تاتسو ما كانش بيتحرك واتكعبلت رجله في الترابيزه ووقع على الارض. وبعد ما ميكوتو بيسمع اللي قالته بيجري بسرعه على الشركه. بيكون تويا وسوتا بيجهزوا نفسهم للماتش ضد هاياتو وزميله، وفي الشركه بيكون الكلام لسه على فكره ان تاتسو غلطان او لا، وتاتسو بيدافع عن نفسه طبعا، وبيكون في كلام انه راجل بتاع فوضى ومش بيلتزم بقواعد الشركه، وبيكون مدير قسم المبيعات بيدافع عنه. وهنا بيقول تاتسو يمكن انا كنت بتصرف بفوضى، بس وعد مني انا هصحح كل شغلي وانا ما عملتش اي مشكله، انا حتى ما زقتش ابن الرئيس. بيقول له نائب المدير ماشي انا هصدقك، بس قصاد الكلام ده انا هلغي فريق الريشه. وفي الماتش بيكون فريق يونسكس كسبان الشوط الاول وتويا وسوتا مش قادرين يعملوا حاجه. وبنرجع للمكتب وبيكون تاتسو بيدافع عن فريق الريشه انه ملوش ذنب بحاجه، بس نائب المدير بيكون رافض تماما وعاوز يلغي الفريق باي ثمن. بيقول تاتسو طب انا لو اعتزلت هتسيبوا فريق الريشه؟ بيرد نائب المدير هنفكر في الموضوع ده ساعتها. وقبل ما بيقول تاتسو انه هيعتزل فعلا بيخش ميكوتو للمكتب. بنرجع للماتش تاني بيكون فريق يونسكس كسب الشوط الاول وكسبان في الشوط التاني والماتش شغال. بتيجي ريشه عاليه بيبص لها تويا وسوتا وبيقولوا في سرهم هي دي. بيقف سوتا قصاد تويا اللي بيكون مجهز نفسه عشان يضربها وبيضرب الريشه على دماغ اخوه. هنا سوتا بيحرك دماغه وبتعدي الريشه من جنبه وبيكسبوا نقطه، والنقطه اللي بعدها بيحصل نفس الموقف وبيكسبوا نقطه تاني. بيفتكر المدرب لما كان العيال دي بتتمرن اساسا وازاي كان تويا كان بيخبط الريشه في دماغ اخوه. وفي مره سوتا حرك دماغه وعدت من جنبه وكسبوا نقطه. وفعلا يا جماعه سوتا وتويا بيقدروا يسبقوا فريق يونسكس في النقط، بس فريق يونسكس مش بيسكت، بيقدروا يصدوا ضربه من الضربات دي وبيكسبوا نقطه كمان. وبيقول المدرب في سره كنت متوقع ان هم هيكشفوا الطريقه، بس المعركه هتبتدي دلوقتي. وبتيجي الريشه العاليه وبيقف سوتا قدام زي كل مره وبيضرب تويا الريشه، بس الريشه بتضرب في الشبك وبتقع في ارض يونسكس وبيكسبوا نقطه. بيكملوا بالطريقه دي وبيقدروا ان هم يكسبوا الشوط. وبنرجع للشركه مره تانية وبيقرب ميكوتو من تاتسو وبيمسكوا من الكرافته بتاعته وبيخبطوا روسيه في دماغه. بعد ما بيقعوا هما الاثنين على الارض بيقول ميكوتو انت بتعمل ايه؟ وليه مش قايل لي على الموضوع ده؟ بيرد تاتسو انت اللي جيت هنا ليه؟ وسايب الماتش ليه هناك؟ بيرد ميكوتو انا جاي عشان اعمل اللي لازم اعمله. يا جماعه فريق الريشه ما يقدرش يستغنى عن تاتسو، انا اتعلمت الشغل في الشركه بسببه وبقيت احسن في الريشه برضه بسببه. بيقول نائب الرئيس ايه القصه الحزيني دي؟ بيبص له ميكوتو وبيقول له انت نائب الرئيس مش كده؟ زميلتي كانت بتقول لي انك حاولت تتحرش بيها وفوق كده وقعت في المطعم وكسرت المكان. بيتعصب ابن الرئيس جدا وبيخبط على الكرسي بايده المكسوره، وطبعا ميكوتو بياخد باله وبياخد ازازه ميه بيرميها عليه، وابن الرئيس بيصدها بايده المكسوره وبيقول انت بتعمل ايه؟ انت اتجننت؟ بيرد ميكوتو وهو بيقرب عليه باين ان ايدك مش بتوجعك، شكلك كنت بتكذب في حكايه الاصابات دي. وهنا ابن الرئيس بيقف وبيدوس على رجله المكسوره وبيكشف نفسه ان هو مش متصاب فعلا، وبنعرف ان ده كان مخطط من نائب المدير وابن الرئيس. وبيتعصب ابن الرئيس جدا وبيخرج وبيحاول نائب المدير يحصله، بس طبعا بعد ما بيحصل حوار في المكتب بين نائب المدير وميكوتو بيتراهن نائب المدير معاهم انه لو ما كسبوش البطوله دي لازم تاتسو يمشي من الشركه والفريق كله. وبنرجع للماتش مره تانية وبتكون النتيجه تعادل وبيكسب يونسكس نقطه. بيرجعوا يكسبوا الثانيه وبيكون تويا تعب خلاص، وفي النقطه اللي بعدها بيحاول تويا يجيب الريشه بس مش بيلحقها، انما سوتا بيلحقها وبيقدر يجيب نقطه. ونقطه ورا نقطه بيتقدموا. بيقول تويا لسوتا هنكسب يا اخويا ما تقلقش. بيقول هاياتو باين انكم قريبين قوي من بعض. بيفتكر ساعتها هو واخوه تاكوما ازاي كسبوا بعد ما كبر وازاي مشي وراح لفريق تاني. وهنا بيصحى على صوت زميله والريشه جايه عليه وبيكسبوا فريق ساملايت النقطه. بيبص هاياتو للمدرج وبيشوف اخوه تاكوما واقف فوق. بيكملوا لعب وبتيجي ضربه عاليه لهاياتو اللي بينط وهو بيفتكر صوت اخوه في دماغه وبيضربها فعلا بس بتخرج بره الخط، وبيكسب تويا وسوتا النقطه. وبكده يكون فاضل نقطه واحده ويكسبوا الماتش. والماتش بيولع فعلا وتويا بيحاول يمسك نفسه لاخر ثانيه. بتجيله ضربه عاليه بيضربها بتخبط في الشبك من فوق وبتكون خلاص هتنزل على الارض، بس هاياتو بيلحقها وبيضربها لفوق مره تانية. بيتصدم بسوتا اللي نط في الهواء وضرب الريشه زي الصاروخ عشان يجيب نقطه ويكسب الماتش ويولع الملعب من الجمهور واللي عمله. الحلقه ال11 وبيخلص اليوم بيكون فريق سانلايت اتاهلوا للنهائي وقاعدين يحتفلوا بالفوز في الفندق. وبعد الاحتفال بينام سوتا وتويا وتاكيدا. بيكون ميكوتو صاحي وبيقول لتاتسو مش كان لازم نقول لهم على موضوع الرهانه اللي حصل في المكتب؟ بيقول له تاتسو مش مشكله عشان احنا بنلعب عشان نكسب. تاني يوم في النهائي بيكون المدرب مع الفريق وبيقول لهم انه فريق ميتسوهوشي غيروا التشكيله بتاعتهم وفريقهم اللي هيواجه ميكوتو وتاتسو هم تاكوما وايزومو.
وبيقول المدرب بعد كل اللي عدى عليكم انتوا دلوقتي جاهزين عشان توصلوا للقمه، انا عاوزكم تقطعوهم حتت. بيكون ميكوتو بيجيب ميه وبيقابلوا تاكوما وبيحاولوا يعصبوا بعض في الكلام وبيقول له انه هيكسبهم بسهوله، بس ميكوتو مش بيعبره، بيكون متاكد ان هم هيكسبوا كفريق مش واحد لوحده. وفي المدرجات بتكون شركه سانلايت كلها موجوده وحتى فريق توماري موجود والمدرب ابو رجل واحده كمان وفريق يونسكس. واول ماتش يكون بين سوتا وتويا ضد الفريق الثاني من ميتسوهوشي وبيخلص الماتش ده بفوز فريق سانلايت. بيكون الجمهور فرحان جدا بالفوز ده وبيجي معاه الماتش الفردي اللي بيكون اوسوياما ضد ايبوكي. بيكون ماتش عمالقه التاريخ في اللعبه وطبعا ابنه ومراته في المدرجات بيشجعوه. بيبتدي الماتش واول نقطه بيكسبها ايبوكي ونقطه ورا الثانيه وبيفضل هو المتقدم، بس اوسوياما بيكون بيلعب بشكل دفاعي وبيغير طريقته فجاه وبيلعب بشكل هجومي، بيبتدي يتقدم في النقط وبيقدر يكسب اول شوط. بيكون اوسوياما عارف ان ايبوكي مش بيلعب بكل قوته في الشوط الاول وانه هيبقى اقوى من كده في الشوط الثاني. بيبتدي الشوط الثاني وفعلا ايبوكي بيغير طريقه لعبه ويكسب اول نقطه. بيكملوا الشوط وايبوكي مسيطر على الاخر، بيتحرك بسرعه كبيره قوي وبيخلص الشوط الثاني فعلا ايبوكي بفوزه. هنا بيدخلوا على الشوط الاخير، بيكون اوسوياما بيفكر انه ايبوكي فضل محافظ على مكانته كافضل لاعب فردي وان هو ساب الريشه 7 سنين ولما رجع دلوقتي مش هيكون زي مستوى ايبوكي ابدا، وبيكون بينط عشان يجيب الريشه اللي خلاص هتضيع. وهنا بيسمع صوت ابنه ومراته بيشجعه وبيقدر يجيب ويكسب النقطه وبيقول في سره انا مش لوحدي، انا عندي زملاء بيشجعوني، عندي عيله ورايا بتشجعني، لسه الموضوع ما خلصش. بيولع الماتش وبيكون الجمهور مصدوم من لعب اوسوياما وايبوكي وازاي هما الاثنين بيكسبوا نقط، وبتوصل النتيجه 19 اوسوياما 20 لايبوكي. بيكون هما الاثنين تعبوا من الجهد الرهيب اللي عملوه في الماتش. بيكملوا الماتش ولسه سرعتهم وادائهم على نفس المستوى، وهنا بتيجي ريشه عاليه لايبوكي اللي بينط عشان يضربها ضربه قاضيه، بس هنا بيغش اوسوياما وبيضربها ضعيفه عشان تنزل ورا الشبك. بيجري اوسوياما عشان يحصلها بس مش بيلحقها وبيخلص الماتش وبيكسب ايبوكي بالفعل. بيسلموا الاثنين على بعض وبيرجع اوسوياما ناحيه الفريق، بس هنا دي كان بيعيط والجمهور كله عمال يزعق له. وهنا يا جماعه وصلنا الماتش الحسم، ماتش النهائي بين ميكوتو تاتسو ضد تاكوما وايزومو. بيكون الجمهور كله مستني الماتش ده بفارغ الصبر وبيقربوا من بعض وبيحاول تاكوما يتريق على شركتهم وتدريبهم، بس تاتسو بيقول له حتى لو عندنا شغل كتير وبنتدرب في الليل في مدرسه ابتدائي بس الاهم هنا في الملعب الفوز او الخساره، مش كده ولا ايه؟ بيبتدي الماتش وبيضرب تاكوما الريشه عاليه لميكوتو عشان عارف ان هو ما بيعرفش ينط لورا، بس ميكوتو بيفاجئه وبينط وبيجيب نقطه. هنا تاكوما بيبتدي يضرب ضربات قويه عليهم وضربات ساحقه ونقطه ورا نقطه وكل مره بيضرب بطريقه مختلفه وبيكسب لحد ما بيوصلوا ل9. هنا بيبص تاتسو لرجله وبيبص للمدرجات اللي بيكون واقف فيها المدرب ابو رجل واحده، بتجيله ضربه عاليه بس ده لما بينط بيرجعها بخطوات سريعه وبيضربها وبيجيبها. بيصد ايزومو بس ميكوتو بيكون مستنيها وبيجيبها وياخد النقطه. بيفتكر المدرب تدريبات تاتسو عشان رجله ازاي ما ينفعش ينط بيها، وفعلا يا جماعه الطريقه دي بتشتغل معاهم وبيقدروا يوصلوا النتيجه للنقطه 14. بيكملوا ماتش وطبعا تاكوما الاول على العالم مش سهل وبيبتدي يلعب نقطه ليهم ونقطه ليه، وبنشوف النتيجه قطعت 21 وبقت 25 وكل شويه عماله تزيد هنا وهنا. بيقرر تاكوما ان هو يكسب الشوط وبيكسب نقطه وبيقول لنفسه حاجه تكسف، ازاي خسرت قصادهم يا حياته. بيلعب ايزومو الارسال والريشه من مكان لمكان لحد ما تيجي عاليه لتاكوما اللي بيضربها ضعيفه ورا الشبكه. هنا ميكوتو بيجري عشان يحصلها وبيقدر يصدها بس بيتزحلق في العرق اللي على الارض وبيخبط دماغه في العمود بتاع الشبكه وبيقع في الارض. بيتصدم كل الجمهور ساعتها من اللي حصل، بيكون ميكوتو واقع في الارض والدم بينزل من دماغه وبيخلص الشوط ده بفوز فريق ميتسوهوشي. بيجي الممرض عشان يشوف جرح ميكوتو وبيقول لازم يروح المستشفى بس كويس مفيش اصابه في العين. بيقول له ميكوتو عاوز مسكن لو سمحت وبس كده. بيحاول تاتسو ومودايتلي بيغيروا له رايه عشان اصابته قريبه من عينه بس بيرفض تماما كلامهم وبيقول لهم ان هيكمل الماتش. بيرجعوا للملعب مره تانية وبيكون ميكوتو حاطط شاشه على عينه وبيكملوا الماتش، وطبعا تاكوما بيسبقهم في النقط عشان بيكون ضاغط على ميكوتو وبيلعب على اصابته. بيطلب ميكوتو من تاتسو يكسب شويه وقت عشان هيفكر في طريقه يكسبوا بيها. دول بيرجعوا يلعبوا بيكون تاتسو لسه مش مركز ولسه عمالين يخسروا نقط. بيحاول تاكوما يتريق عليهم بس تاتسو بيقول له يمكن محدش قالها لك قبل كده بس اكبر غلط بتعمله انك تتريق على واحد يعمل كل مجهوده. وهنا بيرجعوا للعبه مره تانية وبيكسب تاتسو نقطه، بيكسب اللي بعدها واللي بعدها وبيقدر تاتسو يعدل النتيجه لغايه ما يوصل ل 14 بس تاكوما بيقلب اللعب ويكسب نقطه ورا نقطه كمان. وهما بيلعبوا بيضرب تاكوما ضربه ضعيفه ورا الشبكه، بيحاول تاتسو يلحقها بس فجاه بيجري من جنبه ميكوتو بسرعه رهيبه وبيجيب النقطه. بيبص له بيقول شكرا على الوقت. بيرجعوا يلعبوا تاني وبيعمل ايزومو حركه في المضرب بيلاحظها ميكوتو، بيلاقي ضربه لايزومو وبيقدر يكسب نقطه. وشويه بشويه بيقدر فريق سانلايت يكسب الشوط. بيخشوا للشوط الفاصل، شوط النهائي، الشوط اللي هيتوج بطل دوره اس جي. بيقول تاكوما ايزومو انا مش محتاجك معايا دلوقتي
وبيفتكر تاكوما ايام ما كان في المدرسه ازاي كل الناس كانوا شايفينه انه موهوب عشان اهله كانوا رياضيين، والوحيد اللي كان فاهمه هو اخوه هاياتو وكان دايما واقف جنبه، وازاي كانوا بيلعبوا ريشه مع بعض لحد ما بقى تاكوما كبير وفاز على هاياتو، ومن يوميها هاياتو بطل يلعب معاه. بعد كل البطولات اللي كسبها ما كانش شايف حد بقوه اخوه هاياتو ابدا. بيبتدي الشوط الاخير وبيكون تاكوما بيلعب لوحده، ايزومو واقف مش بيتحرك وتاكوما عمال يكسب النقط ولوحده. هنا ميكوتو وتاتسو بيبصوا لبعض وبيهزوا دماغهم لانهم فهموا بعض. بتيجي ضربه لتاكوما اللي بينط عشان يضربها، وطبعا ميكوتو بيقرا الحركه بتاعته وبينط يستقبلها وبيكسب بيها نقطه. بنعرف انه ميكوتو وتاتسو كانوا بيدرسوا كل ماتشات تاكوما وحركاته وفعلا بيقدروا يسبقوا في النتيجه. وبعد استراحه الشوط بيكملوا الماتش، طبعا ايزومو مش بيتحرك وتاكوما بيواجههم لوحده تقريبا. بيكون ايزومو بيقول في سره انه دايما بيختار الطريق الصح، وانه فريق قوي ومع اقوى لاعب في العالم، والاحسن انه يفضل مكانه ما يتحركش. وبتخبط الريشه قدامه في الشبكه وبيعتذر تاتسو لميكوتو، وهنا ايزومو بيفتكر نفسه لما كان هو تاتسو شركاء. بتكون في ريشه جايه عليهم وبيحاول تاكوما يجيبها، بس هنا ايزومو بيتحرك وبيضربها وبيكسب نقطه. بيقول له تاكوما انت هتعمل ايه؟ بيقول له ايزومو لازم نغير طريقه اللعب، بقوا قادرين يقروا كل تحركاتك، لازم تبطل تهاجم، لازم نلعب بطريقتهم. هما اكيد دلوقتي تعبوا اكيد هيكون في فرصه لينا. وبيكملوا لعب وبيبتدي ايزومو يكسب نقط هو وتاكوما، وبتوصل النتيجه 20 لفريق ميتسوهوشي و19 لسانلايت. بيكملوا لعب وبيقدر تاتسو يجيب نقطه التعادل 20-20، وبنشوف الاربعه تعبوا على الاخر. بيكملوا لعب وبيضرب تاكوما ضربه ورا الشبكه وبيكسب نقطه فعلا. وهنا الدم بيرجع ينزف تاني من جرح ميكوتو. بيقرب منه تاتسو وبيقول كفايه ميكوتو، النزيف مش هيقف، ما تنساش انك هتلعب بعدين، ده مش اخر ماتش ليك. بيرد ميكوتو بس لو خسرنا انت. بيقطعوا تاتسو وبيقول له انا لعبت كتير وكفايه كده، كفايه اني لعبت مع الفريق ده ومعاكم انتوا، وبالنسبه ليك بتعجبني طريقه لعبك جدا وعاوز اتفرج عليك في المستقبل، خلينا نستسلم دلوقتي. وبيروح ناحيه الحكم بس ميكوتو بيقول قصدك انك هتتفرج عليا، انا لعبه الريشه ملهاش اي معنى من غيرك انت. بيقف تاتسو مصدوم من كلامه، وهنا الولد الصغير اللي قبله في القريه بيصرخ وبيقول بدر يا مان ما تستسلمش، بدر يا مان انت تقدر تعملها. بيبصوا له هما الاتنين، وبتشغل البنت مدير شركه توماري مزيكا بتولع الملعب عشان فريق سانلايت. الجمهور كله بيشجعهم والمدرب والشباب مصدومين من الجمهور وحماسه. بيرجع تاتسو للملعب وبيقول ميكوتو عندك مشكله لو كنت طماع شويه، عشان انا عاوز اكسب الماتش ده ومش هسمح لحد انه يجي مكاني ويقف جنبك. بيقول له ميكوتو وانت جاي تقول الكلام ده دلوقتي؟ بيولع الماتش وكل واحد فعلا بقى عاوز يكسب. بيقدروا ميكوتو وتاتسو يتقدموا بنقطه، بيبتدوا اللعبه مره تانية وبتيجي ضربه عاليه لتاكوما اللي بيضربها في النص بينهم. هنا ميكوتو بيقف وبيصرخ تاتسو، بيجري تاتسو عليها وبينط على رجله وبيضربها بكل قوته، بتخبط الريشه في الارض وبيكسبوا. هنا الصدمه بتنزل على وش تاكوما والجمهور بيولع المدرجات. بيجري الفريق عليهم عشان يحتفلوا مع بعض بالنصر العظيم ده، وبيكونوا جماعه الشركه بيعيطوا عشان اول مره يكسبوا البطوله، وكل الجمهور قاعد وفرحان وبيحتفل. بعد الماتش بيكون تاكوما ماشي في الطرقه وبيكون هاياتو مستنيه وبيقول له مالك مكشر كده ليه؟ المره الجايه خلينا نتقابل في النهائي. بالمناسبه امي كلمتني عشان نزورها. وبيروحوا مع بعض للبيت، وبيكون الجمهور لسه بيحيي فريق سانلايت، وبينحنوا الفريق للجمهور وبيتصوروا مع كاس البطوله ومع المشروب اللي عملوه. بيكون تاتسو بيشرب بس فجاه بيتحرك حركه غريبه، بيقول له ميكوتو في ايه؟ رجلك حصل لها حاجه؟ بيقول له تاتسو لا بس اللاستيك اللي في الشفط اتقطع. وبعد البطوله بنشوف كل اللعيبه على السوشيال ميديا بيشربوا المشروب بتاعهم، وكل الناس بتطلب المشروب ده. بنشوف البنك اللي معاهم كمان تتصل بالبعات راح تتعلم من بنك رئيس شركه توماري ازاي تبقى رئيسه مشجعين زيها. بيكون فريق سانلايت بيتمرنوا وهم في الاستراحه بيسالوا اسياما على تاتسو ميكوتو، وبنشوف تاتسو بيقدم عرض توضيحي لتوزيع المشروب على البلد كلها. بيكون ميكوتو راكب العربيه مع حد جديد في الشغل وبيقابله زي ما كان بيقابل مع تاتسو اول ما جه الشركه، والموظف الجديد بيتكلم زيه كمان اول ما جه. وبيقولوا في الاخر هتعرف يعني ايه متعه لما تبقى ده دور يا مان. وكده خلص الانمي بتاعنا. اتمنى يا رب يكون عجبكم. هستنى الكومنتات بتاعتكم وهستنى رايكم في الانمي بتاعنا، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه عشان تكونوا اول ناس تتفرج على ملخصاتنا الجديده. مستنيين دعمكم. سلام.